السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة في قصة جديدة عن أغنية من أغاني الملحمية بمناسبة الشهر اللي احنا فيه، شهر أكتوبر، شهر النصر، بمناسبة انتصار حرب أكتوبر 1973. قام بليغ حمدي وزوجته الفنانة وردة الجزائرية في الوقت ده بالتوجه إلى مبنى الإذاعة، وكان معاهم الشاعر عبد الرحيم منصور عصر يوم 6 أكتوبر، وامتنع الأمن عن إدخالهم. وهنا صرخ بليغ: هاتولي وجدي الحكيم. وجدي الحكيم في الوقت ده كان مسؤول بالإذاعة، وحضر وجدي وحاول يفهمه إن الحرب بدأت وما ينفعش حد يخش الإذاعة. فصرخ بليغ وقال لهم: أنا هعمل محضر فيكم إنكم رافضين تخلوني أغني البلدي. ومع تصميم بليغ حمدي على الدخول لعمل أغنية توثق النصر، سمح له بابا شارو مدير الإذاعة بالدخول، بس قالوا له للأسف مفيش ميزانية للعمل، يعني ما تطلبش أي فلوس، أغاني جديدة. فقام بليغ بكتابة إقرار. مفيش ميزانية لعمل أغاني جديدة، فقام بليغ بكتابة إقرار على نفسه المتحمل كافة مصاريف الأغاني من كلمات وفرقة موسيقية. واستدعى أحمد فؤاد حسن قائد الفرقة الموسيقية، والذي رفض تقاضي أي مبالغ أيضا. ورفض عبد الرحيم منصور اللي هو الشاعر تقاضي أي مبالغ، برضو نفس اللي حصل معاه. فبالتالي كلهم كانوا شغالين بدون أي مقابل. بعد كده بدأت تتوالى حضور بقية الفرقة الماسية لمبنى الإذاعة، وكان عبد الرحيم منصور قد كتب أغنيتين، وهما بسم الله وأنا على الربابة. وبدأ في تلحين الأغنية الأولى بليغ حمدي، وانتهى منها عند مغرب يوم 6 من أكتوبر اللي هو أول يوم في الحرب. ولم يحضر الكورال لظروف حظر التجوال، المفروض يحضر عشان يردد ورا اللي بيغني يعني بسبب الحرب. فجمع بليغ جميع العاملين بمبنى الإذاعة والفراشين وعمال الشاي، وقام بتحفيظهم اللحن. وعند الساعة 12 من يوم 6 أكتوبر كان بليغ يقوم بتسجيل الأغنية، والتي سمعها بابا شارو، ثم علق عليها وقال: وكان مندهشا كيف قام بليغ بهذا العمل الرائع في هذه الساعات القليلة وبأقل الإمكانيات. وأذيعت الأغنية صباح يوم 7 من أكتوبر كأول أغنية جديدة عن حرب أكتوبر. وفي إحدى الصور صورة لوردة وهي في حالة إعياء في مبنى الإذاعة والتلفزيون، جالسة على أحد الكراسي خلع حذاء القدم في انتظار دورها في تسجيل أغنية وأنا على الربابة بغني رحم الله بليغ حمدي وأميرة الغناء العربي وردة. وكل عام وكل الشعب المصري بخير بمناسبة نصر أكتوبر، والسلام عليكم ورحمة الله.